صباح الفل يا أحلى متابعين. مع بداية الشتاء كل ست بيت بتحب تكون مستعدة. هنعمل مع بعض النهاردة تفريزات الشتاء بطريقة سهلة وبسيطة هتوفر عليكي وقت في وقفتك في المطبخ، بدل ما تقضي اليوم كامل في تحضير الغدا. بعد التفريزات اللي هنعملها مع بعض هتحضري الغدا في أقل من نص ساعة. هنفرز مع بعض أنواع كتير من الخضار اللي موجودة في السوق حاليا، وهعرفكم كل الأسعار بالظبط، وعرفوني انتوا كمان الأسعار عندكم ايه علشان أعرف أنا شطورة ولا اتضحك عليا. وكمان هنفرزها بطريقة تقعد معاكم سنة أو أكتر بدون ما لونها يتغير ولا طعمها كمان يتغير. لو انتوا ما تعرفونيش، انا اسمي زوزو. لو انتوا اول مرة تشوفوا القناة بتاعتي ما تنسوش تعملوا الاشتراك ولايك وشير وفعلوا زر الجرس، هتلاقوا معانا وصفات اقتصادية وسهلة وبسيطة وكلها على قد الايد. يلا بينا نسمي الله ونصلي على الرسول عليه افضل الصلاة والسلام، ونبدأ اول وصفات التفريز بتاعتنا. اول حاجة هنا هنفرزها هي الكرنب. هنجيب كرنباية. انا جايبة الكرنباية دي ب30 جنيه. كرنب الشتا حلو قوي. ورقة كرنب الشتا بيبقى سمكها تخين شوية عن ورقة كرنب الصيف، وتقدري تفرزيه بكل سهولة ويقعد معاكي وقت طويل ما يسيبوش اي حاجة. انا جبت الكرنباية وشلت دماغها من فوق كده، وابدأ اقورها من النص كده علشان اقدر اطلع الورق منها بكل سهولة. تمام. في اللحظة دي انا كان في حلة على النار فيها مية مغلية، فيها معلقة كمون صغيرة. لحد ما حسيت ان المية غلت كويس جدا، خدت الكرنباية بتاعتي وقلبتها على وشها بالشكل اللي انتوا شايفينه ده. سبتها 3 دقايق بس مش اكتر، وبعدين قلبتها تاني على ظهرها اهو قدامكم. هنقلبها على ظهرها اهو. تمام كده. خلاص. هسيبها في المية المغلية دي برضو 3 دقايق. 3 دقايق على وشها و3 دقايق على ظهرها. ابدأ بقى اشيل ورقة ورقة. تمام. في نفس الوقت ده هكون فاتحة حنفية المية الساقعة، واحط ورق الكرنب اللي انا بطلعه تحت الحنفية اللي هي بالمية الساقعة. تمام. زي ما انتوا شايفين كده هنشيل ورقة ورقة. بعد ما غسلنا ورق الكرنب، بعد ما طلعناه من الحلة بتاعتنا غسلناه بمية ساقعة، سبته لما يتصفى اهو قدامكم، وقدرت ان انا امسكه. تمام. همسك بقى ورقة ورقة من ورق الكرنب بتاعنا ده، وابدأ ان انا اشيل العنقود بتاعها كده. شايفين؟ جبت السكينة شلت العنقود بقى اهو. خلاص. هبدأ اطبق الورقة ب... يعني طبقتها طبقتين. تمام. ابدأ اقطع مقاس اللي انت عايزاه. انا مثلا بحب مقاس صابع المحشي يكون صغير، انت بتحبيه كبير انت حرة، بتحبيه يعني لا كده ولا كده انت حرة. كل واحد زي ما بيحب يطبق صابع المحشي بتاعه يعمله. انا بحب المقاس ده. بعد ما خلصت تقطيع ورق الكرنب بتاعي بالشكل اللي انتوا شايفينه قدامكم ده بنفس الطريقة دي انا بعمله كده على طول. خلاص. بعد ما بقى خلصت تقطيعه هجيب طبق فبر او طبق بلاستيك، او عندك اكياس من بتاعة التلاجة اللي موجود عندك، سهل الدنيا عليك. وابدأ ارص ورق الكرنب بتاعي بالشكل ده. تمام كده اهو قدامكم. وان شاء الله هعمل وصفة محشي كرنب وهطلعه برضو من الفريزر قدامكم وهوريكم شكله عامل ازاي اهو. تمام. خلاص. هبدأ ارصه في الطبق وتفرزيه في الفريزر وتطلعيه في اي وقت انت عايزاه. هنا بقى بعد ما خلصنا تفريز الكرنب هنخش بقى على تفريز البسلة. البسلة لسه طالعة يا بنات دلوقتي اهو، لسه طالعة مع بداية الشتاء. تمام. البسلة دي بقى بصراحة هي سعرها برضو سعر البسلة، استنوا بفتكر لكم عشان انا جبت حاجات كتير. فهو سعر البسلة كان 35، انا جبتها من الراجل ب30 جنيه. تمام يا بنات كده. هنا بقى البسلة بتاعتنا دي بتبقى مسكرة، في اول بقى ما طلعت كده بتبقى مسكرة وحلوة قوي، تقدري تجيبيها وتفرزيها.
خلاص. هاتي كيلو كيلو فرزيه، بيسهل عليكي، ما تجيبيش كمية مرة واحدة، هاتي كيلو كيلو. خلاص. جبت بقى بعد ما فصصتها بالشكل اللي انتوا شفتوه، جبت غسلتها كويس تحت الحنفية، جبت طبق فيه مية مغلية، حطيت فيه البسلة ومع نص معلقة ملح ونص معلقة سكر، وحطيتهم على النار. سبتها تغلي يا دوب هما 3 دقايق بالظبط مش اكتر. بعد الغليان غسلتها، صفيتها من المية المغلية، غسلتها تحت الحنفية مية ساقعة، جبت طبق او بولة فيه مية ساقعة بتلج، وبعدين حطيت البسلة اللي احنا صفناها من المية المغلية. ليه بقى؟ في تركاية مهمة هنا علشان اديلها صدمة، عشان تحافظ على لونها وطعمها وما يأثرش عليها التلج في الفريزر. هسيبها في مية التلج يا دوب هو 5 دقايق، وبعدين اصفيها واسيبها بقى على جنب. نيجي بقى هنا نفرز الجزر. تمام. هنجيب بقى، انا جايبه 2 كيلو جزر، غسلته كويس تحت الحنفيه، جبت حله رصيت فيها الجزر زي ما انتوا شايفين، حطيت عليه ميه مغليه، وابدا اشغل النار عليه. هسلقه نص سلقه. هنا بقى مش هنسلق الجزر سلقه كامله، هنسلق الجزر نص سلقه. نص سلقه ليه؟ علشان احنا هنحطه في الفريزر فيقدر التلج ما يهرهوش قوي، يعني يخليه مهري. تمام. فاحنا هنسلقه نص سلقه. بعد ما خلاص سلقته نص سلقه، غسلته كويس بميه ساقعه عشان اقدر امسكه. هبدا اقشره، ما تقشرهوش قبل ما تسلقيه نص السلقه، تقشريه تبشريه كده، هيتقشر معاكي بكل سهوله بعد ما تسلقيه النص سلقه، وتبداي تقطعيه مكعبات بالشكل ده. هنا بقى انا كنت جايبه 2 كيلو زي ما انا قلت لكم، اخدت كيلو او كميه حطيتها على البسله اللي انا قلت لكم احنا هنسيبها على جنب دلوقتي. تمام. يعني انا هنا بجهز طبخة البسلة بكل سهولة علشان امد ايدي واخد الطبق بتاعها اشتغل بيه اطبخ بيه على طول. فانا خدت كمية من الجزر اللي احنا سلقناه نص سلقة وقطعناه مكعبات، وحطيت اسفة معلش، حطيت نص الكمية اللي انا قطعتها مكعبات على البسلة بتاعتنا اهو بالشكل اللي انتوا شايفينه ده. جبت طبق فبر او كيس من بتاع التلاجة، ونحط الطبخة بتاعة البسلة بالجزر بتاعها. هنا بقى الكيلو التاني من الجزر السادة، جبت طبق برضو بلاستيك او فبر او كيس سندوتشات، وابدأ ان انا هحط فيه الجزر برضو بقيته السادة اللي احنا مقطعينه مكعبات. هنا بستخدمه في العدس الشوربة، بستخدمه في عميل العصير، بستخدمه في التورلي، بستخدمه في كذا طبخة. ودينا كده فرزنا البسلة والجزر، نشيلهم بقى على جنب. نيجي بقى هنا نفرز السبانخ. يا محلى السبانخ بصراحة، هي حلاوة السبانخ في الشتاء، جميلة جدا جدا، واحنا عارفين ان فيها غنية بالحديد والمعادن وفيتامينات كتير ومفيدة لنا. هنا بقى انا جبت برضو 2 كيلو سبانخ. برضو يا بنات السبانخ دي انا جايباها ب30 جنيه، بصراحة من بق الراجل السبانخ الكيلو جايباه ب30 جنيه. هنا بقى انا اول ما جبتها وجبت كزبرة خضرة عشان انا بحبها بالكزبرة الخضرة، بتديها طعم مسكر وحلو قوي. هنا بقى انا غسلتها وضبطها الاول، وبعدين غسلتها، وبعدين مسكت السكينة وقطعتها بالشكل اللي انتوا شفتوه قبل ده. تمام كده. بعد ما خلصت تقطيع السبانخ بقى والكزبرة الخضرة عليها وقلبتهم مع بعض تمام كده، هجيب برضو طبق بلاستيك او طبق فبر او كيس من بتاع التلاجة، واحط وجبة الطبخ اللي انا بطبخها على قد ما انا بطبخ بالظبط، امد ايدي واخد الكمية اللي انا هطبخ بيها بالشكل اللي انتوا شايفينه ده. طريقة سهلة وبسيطة وسريعة جدا. بعد ما خلصنا تفريز السبانخ هنفرز بقى القرنبيط. يا سلام بقى على القرنبيط وجماله ووردات القرنبيط. انا جايبه القرنبيطه الصغيره دي يا بنات بصراحه ب15 جنيه، انا جبت 2. في اكبر منها، الراجل قال لي في اكبر منها ب20 جنيه، انا حبيت اجيب
اللي هي الصغيرة، واحدة ب15 وواحدة ب15، جبت الاتنين ب30 جنيه. تمام. هنا بقى اقطع الوردات بعد ما شلت دماغ القرنبيطة. هبدأ ان انا اقطع الوردات، عايزة تقطعيها صغيرة زي ما انت عايزة تقطعيها كبيرة زي ما انت عايزة، اللي يريحك. بعد ما خلصت تقطيع وردات القرنبيط، جبت برضو حلة مية مغلية، نزلت بمعلقتين دقيق. دقيق ايه يا زوزو اللي هتحطيه وانت بتسلقي القرنبيط؟ هنحط الدقيق. الدقيق ده حلو جدا جدا في سليق القرنبيط، بيخليه ابيض شمع كده جميل قوي، لونه بيبقى فاتح جميل جدا. بعد ما قلبت معلقتين الدقيق في المية المغلية، نزلت عليهم بوردات القرنبيط اللي احنا قطعناها. خلاص، هبدأ احط الحلة على النار. قبلها هنحط معلقة ملح صغيرة. تمام كده، زي ما انتوا شفتوا، محطتش اكتر من كده. شغلت النار، حطيت الحلة، برضو مش هنسيبه يغلي اكتر من 3 دقايق بس، مش اكتر. ما تغيبهوش عن كده. ليه؟ علشان انت هتفرزيه والتلج هيقرصه، فما يتهريش قوي في الفريزر. اما لو هتطبخيه دلوقتي تسيبيه من 4 ل5 دقايق. بعد ما خلصت سلقه 3 دقايق بالظبط مش اكتر، فتحت عليه المية الساقعة، صفيته من المية السخنة مع الدقيق، فتحت عليه المية الساقعة. جبت طبق، حطيت مية ساقعة زي ما انتوا شفتوا كده متلجة، وبعدين حطيت فيها القرنبيط، صفيته من المية الساقعة المتلجة. جبت طبق فبر او برضو طبق اللي موجود عندك اي حاجة، وابدأ ارص وجبة القرنبيط بتاعتي اللي انا مدي ايدي في الفريزر واخدها بكل سهولة. ابقى عارفة الكمية اللي انا هستخدمها، هستخدم طبق، هستخدم 2، زي ما انت عايزة. هتستخدمي كيس واحد، هتستخدمي كيسين، بصي كل واحد ورغبته. انا بديكي طريقة التفريز، اما التقسيم ليك انت بقى. وادي طبق القرنبيط اهو، شايفينه ابيض شمع تماما زي ما انتوا شايفين كده. خلاص، بعد ما خلصنا تفريز القرنبيط وفرزناه في الفريزر، نخش بقى على عمل تفريز الدقة. تفريز الدقة دي حلوة قوي قوي، بستخدمها في حاجات كتير. جبت بقى هنا 3 كيلو شطة خضرة حراقة يا بنات، حراقة جدا بصراحة، يعني مشطشطة. جبت 3 كيلو شطة خضرة وغسلتها كويس. جبت المقص وابدأ اقطعها او اقصقصها بالشكل اللي انتوا شايفينه قدامكم ده. خلاص، بنقطعها اهو، شايفين؟ ادي بعد ما خلصت تقطيع الشطة بتاعتنا الحراقة الخضرة بالشكل ده، هنا بقى هجيب الكبة بتاعتي. الكبة دي جبتها وهبدأ انزل في دور الكبة بكمية الشطة اللي احنا قطعناها. هنا بقى لبست جوانتي لان الشطة كانت حراقة جدا قوي قوي يا بنات. نزلت بكمية الشطة اللي احنا قطعناها اهي قدامكم، وابدأ اشغل الكبة بتاعتي عليها علشان انا عايزاها تتفرم، عايزاها تبقى يعني متقطعة قطع صغيرة جدا جدا. الدقة دي انا بستخدمها في كل حاجة، في اكتر طبخاتي بستخدمها. في تمليح السمك المقلي، في تمليح السمك المشوي، بستخدمها في تحديق الطماطم، بستخدمها في تمليح البتنجان. بصي حتى الفول المدمس تحط عليه معلقة منها صغيرة جدا، بتدي طعم حلو قوي للفول. هنا بقى جبت طبق، جبت كذا كيس ملح ناعم من السوبر ماركت على قد الكمية اللي انتي مثلا هتعمليها. بصراحة يا بنات انا بعملها من السنة للسنة. انا كنت عاملاها السنة اللي فاتت قبل رمضان، خلصت عندي من اسبوع، قلت لازم اعملها معاكم. جبت بقى كذا كيس ملح ناعم، نزلت عليه بالشطة بتاعتنا اللي احنا فرمناها كويس جدا في الكبة. جبت قطعة توم مفروم من اللي انا مفرزاه برضو، وابدأ اقلب ال3 مكونات مع بعض اهو قدامكم. تمام، هنقلب الشطة
مع الملح مع الثوم اهو المفروم، ونقلبهم كويس جدا. الدقة دي يا بنات ما بنحفظهاش في الفريزر، انا بحفظها يا اما في باب التلاجة، في علبة في باب التلاجة، يا اما بحفظها على الرف في التلاجة، ما بحطهاش في الفريزر خالص. وبتقعد معاكي وقت طويل جدا، ما تشيليش هم حاجة، وبتنفعك في وصفات كتير. زي ما انتوا شايفين كده جبت العلبة بتاعتي اهي، علشان ابدأ اخزن فيها الدقة بتاعتي اهو، زي ما انتوا شايفين بالظبط كده اهو. تمام كده، وادي شكل علبة الدقة بتاعتنا اللي احنا فرزناها. خلاص، بعد ما خلصنا تفريز الدقة بتاعتنا، نخش بقى هنا على تفريز البصل. هتفرزي بصل يا زوزو؟ هنفرز بصل. سهل، وطريقة سهلة جدا. تمدي ايدك تاخدي العلبة او الطبق او الكيس، تطبخي على طول. ده بقى للستات اللي شقيانين، اللي بيشتغلوا ومروحة ما هيش قادرة لسه هتطلع بصل وتقشر بصل، لا، ده انا جايبالك طريقة سهلة وجميلة جدا. هنا بقى جبت 2 كيلو بصل، قشرتهم غسلتهم كويس لحد ما جففتهم. اهم حاجة ما يبقاش فيه نقطة مية، تمسحيه كويس بمنديل او بفوطة علشان يكون ناشف جدا. وابدأ اقطع البصل اللي هو قطع صغيرة بتاع التخديلة. شوفي بقى تعملي بيه صلصة، هتعملي بيه ايه، تمدي ايدك تاخديه من الفريزر وتطبخي على طول. بعد ما خلصت تقطيع البصل بتاعنا زي ما انتوا شايفين مكعبات صغيرة كده، حطيت عليه معلقة ملح ناعم ومعلقة سكر ومعلقتين من الزيت. تمام، بصل، ملح، سكر، زيت، وقلب المكونات دي مع بعض كده لحد ما احس ان هما تجانسوا بالشكل اللي انتوا شايفينه ده. هجيب بقى الطبق بتاعي او الكيس وابدأ افرز فيه البصل اهو زي ما انتوا شايفين. في الوقت ده برضو انا كنت مقطعة معاه بصل جوليان. بصل جوليان ده برضو بنستخدمه في بعض الاكلات، الشاورما بقى والحاجات دي، الكشري والحاجات دي، بيبقى سهل عليا امد ايدي اطلع الطبق اشتغل بيه على طول. برضو حطيت معلقة ملح ومعلقة سكر ومعلقتين من الزيت وقلبتهم كويس جدا، وفرزنا البصل مع بعض. نيجي بقى هنا نفرز ايه يا بنات؟ هنفرز الفلفل الاخضر والفلفل الاحمر والفلفل الاصفر. تمام، هنفرزهم برضو بطريقة سهلة وبسيطة. الفلفل الاخضر عندنا ب20 جنيه. جبت بصراحة يا بنات، جبت 2 كيلو فلفل اخضر، وجبت معاهم فلفلتين احمر وفلفلتين اصفر، غسلتهم كويس جدا، قطعتهم بالشكل اللي انتوا شايفينه ده اهو. تمام كده، ابدأ اقطعهم بالشكل ده. برضو طريقة سهلة، تمدي ايدك تجيب الطبق من التلاجة تشتغلي على طول. خلاص، جبت الطبق الفبر او الطبق البلاستيك ورصيت فيه الفلفل بتاعي، وهغطي الطبق وتحفظيه. حابة تستخدميه على طول تحطيه على الرف في التلاجة، حابة تستخدميه الوقت قدام شوية تحطيه في الفريزر وتطلعي تاخدي الحبة وتعينيه تاني. تمام، هنا بقى بعد ما فرزنا الفلفل بتاعنا الاخضر والاصفر والاحمر، نيجي بقى نفرز الكوسة اهي زي ما انتوا شايفين كده. هنفرز الكوسة. هي الكوسة بتتفرز يا زوزو؟ جبت لكم طريقة جميلة جدا وبتفرزها وبتلاقيها زي ما هي لما تطلعيها من الفريزر. هنا بقى جبت الكوسة غسلتها برضو من برا، شلت دماغها من فوق، قطعت قطعة من تحت، جبنا بقى ايه، قسمناها من النص بالطول كده، وبعدين قسمتها برضو من النص. تمام، اهو قدامكم اهي. تمام، بعد ما خلصنا تقطيع الكوسة بالشكل اللي انتوا شايفينه ده، جبت بقى طبق فيه مية مغلية، نزلت فيها معلقة ملح ومعلقة سكر، قلبتهم كويس جدا. خلاص، ابدأ انزل في المية المغلية اللي بالملح والسكر دي بالكوسة. خلاص،
اهم حاجة ما تيجي تفرزي الكوسة، تركاية مهمة جدا، اهم حاجة ما تيجي تفرزيها ما تقطعهاش قطع رقيقة علشان ما تتهريش وهي في الفريزر. بعد بقى ما صفيتها من المية المغلية اللي بالملح والسكر، حطيتها في مية ساقعة شوية، وبعدين صفيتها كويس جدا لحد ما نشفتها كويس وجفت. جبت طبق او كيس وابدا ارص الكوسة بالشكل اللي انتوا شايفينه ده، برضو الكمية اللي انا عايزاها على قد الوجبة. خلاص هنا بعد ما فرزنا الكوسة، يلا بينا يا بنات نعمل الصلصة بقى، ويا محلى الصلصة. بصراحة يا بنات الكيلو الطماطم ب5 جنيه، والله بصراحة كيلو الطماطم انا جبته ب5 جنيه. فانا قلت بقى ايه، الواحد يجيب له 5 كيلو، يجيب له 10 كيلو، يفرزهم بقى ينفعونا في رمضان، احنا داخلين على رمضان وايام الشتاء بتحب المحشي. فقلت بقى ايه رأيكم نجيب 15 كيلو كده ونعملهم صلصة. بصوا بقى، انا بجيب الطماطم بغسلها كويس جدا، بقطعها مكعبات بالشكل اللي انتوا شايفينه ده. كان عندي فلافلاية حمراء او خضراء اللي موجود عندك. انا بحب اقطع فلافلايه وانا بعصر الطماطم، بتبقى حلوه قوي، بتدي ريحه وطعم جميل جدا للصلصه. بقى بصوا بقى، في تركايه مهمه، تركايه مهمه. في ناس بتجيب الطماطم تغسلها وتقطعها وتسلقها الاول وبعدين تفرمها يا بالهاند بلندر يا في الخلاط. انا بقى ما بعملش كده، بغسل الطماطم كويس جدا، اقطعها مكعبات، اشغل الخلاط على واعصرها، وبعدين اجيب حلة واحطها على النار، وبعدين ننزل بالطماطم بتاعتنا اللي احنا عصرناها، واسيبها بقى، احط لها معلقة ملح ومعلقة شطة، واسيبها على النار تغلي لحد ما توصل للقوام اللي انت عايزاه. ادي الصلصة بتاعتي اللي انا بعملها. الطريقة دي حلوة قوي، وانا بعملها على طول بالطريقة دي، كل واحد زي ما هو عايز. تمام. تسيبيها بقى على النار لحد ما توصل للقوام اللي يناسبك. انا بحبها كده. اطلع بقى العلبة على قد الطبخة اللي انا عايزاها. انت مش عايزة قوام اخف، انت حرة، عايزة اتقل، انت حرة. بعد كده هنغطي العلب بتاعتنا وهنفرزها في الفريزر. كده خلصنا طريقة عمل الصلصة بتاعتنا. نخش بقى يا بنات على تفريز الفاصوليا. يا سلام على الفاصوليا، جميلة جدا جدا جدا، وشايفينها لونها اخضر وحلوة ازاي. جبت بقى هنا 2 كيلو فاصوليا زي ما انتوا شايفين قدامكم اهو. خلاص. وبعدين قعدت وضبطها. وضبناها ازاي؟ يعني شلت دماغها من فوق ومن تحت، وبعدين هجيب طبق وابدأ اقطعها المقاس اللي انت عايزاه. انا بقطعها المقاس الوسط، لا صغيره قوي ولا كبيره قوي. في ناس بتقطعها بصراحه بتقسم عود الفاصوليا ده بالنص، وفي ناس بتعمله 3. انا بعمله المقاس الصغير اللي قدامكم ده. خلاص. زي ما انتوا شايفين كده، الفاصوليا بيبقى العود بتاعها تخين شويه، وممكن ان انت تقطميها. اللوبيا لا، اللوبيا الخضراء، انا قبل كده قلت لكم اللوبيا الخضراء تختلف عن الفاصوليا الخضراء. اللوبيا الخضراء بيبقى عودها رفيع جدا، وفي عود منها ابيض وفي عود منها اخضر. تمام. هنا بعد ما خلصت التقطيع الفاصوليا بتاعتنا اهي بالشكل اللي قدامكم ده، غسلتها تحت الحنفية يا دوب كده، غسلتها دقيقتين. خلاص. بعد ما غسلنا الفاصوليا بتاعتنا اللي احنا قطعناها، هنجيب حلة فيها مية مغلية جدا اهو، مية مغلية من الكتل زي ما انت عايزة، اللي بتقدري تعمليه مية بتغلي مية على البوتاجاز او بتغلي مية في الكتل اللي يسهل عليكي. جبت مية مغلية حطيتها في الحلة ونزلت بمعلقة ملح ليمون، معلقة ملح ليمون ونص معلقة سكر. معلقة ملح ليمون. زعلانة ليه؟ زعلانة ان انا حاطة ملح ليمون. انا عارفة ملح ليمون ايه زوزو اللي في الفاصوليا جميل جدا، بيحافظ لك على قوامها، بيخلي لونها ما يتغيرش. مهما تقعد معاكي سنة او اكتر بتلاقيه لونها هو قوامها بيقرمش، تيجي تاكلها تلاقيها بتقرمش كده، بتقطم معاكي، ما هياش مهرية من التلج. طبعا بعد ما حطيناها في المية المغلية بالملح الليمون والسكر، صفناها من المية كويس جدا،
هنجيب بقى هنا غسلناها كويس تحت الحنفية، هنجيب بقى طبق فيه مية ساقعة وتلج، ونبدأ ننزل بالفاصوليا بتاعتنا اهو. بتلخبط بينها وبين اللوبيا بس انا هركز. ننزل بالفاصوليا بتاعتنا اهو زي ما انتوا شايفين. بصراحة امي ربنا يبارك لي فيها ويديها الصحة، هي اللي قالت لي على الطريقة دي، وهي اللي قالت لي على التفريزات، فانا بعملها على طول، بتسهل عليا الوقت والمجهود. وتدخلي المطبخ تعملي الطبخة بسرعة، مش لسه هتقطعي ولسه هتجهزي، تمدي ايدك تجيب الطبق او الكيس اللي انت مفرزه فيه الحاجه وتشتغل على طول. خلاص بعد ما سيبنا هنا بقى الفاصوليا بتاعتنا هو 4 دقايق في الميه الساقعه المتلجه اهي، وقلبتها كويس اهو قدامكم. تمام كده. خلاص هناخدها بقى نصفيها من الميه المتلجه اللي احنا سيبناها فيها من 4 أو ل5 دقايق، وصفتها كويس جدا اهي من المية. وابدأ هنا بقى اجيب يا اكياس تلاجة يا اطباق اللي موجود عندك. انا بصراحة كانت الاطباق عندي خلصت فجبت اكياس تلاجة، سهلت الامور عليا ما عقدتهاش. هو انا هجيب اطباق ومين هيجيب لي؟ لا، سهلت الامور عليا، قلت خلاص الاطباق خلصت، جبت اكياس تلاجة وتبدأي تعبي الفاصوليا بتاعتك على حسب الوجبة اللي انت هتطلعيها تطبخي منها او تستخدميها في اي حاجة. تمام كده اهو زي ما انتوا شايفين. وادي طريقة تفريز الفاصوليا، شايفين لونها زي ما هو ازاي، لونها ما اتغيرش لما حطيناها في المية المغلية ولا اي حاجة. طريقة سهلة وبسيطة جدا جدا وما بتاخدش وقت ومش مكلفة. خلاص نيجي بقى هنا نفرز مع بعض يا بنات السلق. شايفين هنعمل مع بعض السلق. السلق برضو موجود دلوقتي، طالما في قلقاس يبقى اكيد في سلق. هنا بقى انا جبت السلق زي ما انتوا شايفين، جايبه الكميه دي وضبطها كويس، غسلتها. هقسم الكميه دي بالنص، هفرزه بطريقتين، طريقه السلق اللي بيديني اللون الاخضر وطريقه السلق اللي بيديني اللون الاسمر. برضو الطريقتين حلوين، انا بستخدم الطريقتين. خلاص هجيب كمية ورق سلق كده وابدأ اقطع العود بتاعه من فوق، وابدأ اقطع الورق بالشكل اللي انتوا شايفينه قدامكم ده. تمام. خلاص كده اهو ابدأ اقطع ورق السلق اهو علشان نفرزه ويدينا اللون الاخضر اهو. بعد ما خلصت الكمية اللي هنفرزها وهو لونه اخضر، هجيب من بتاع التلاجة وابدأ اعبي بقى السلق بتاعنا بالشكل اللي انتوا شايفينه ده. ما حطيتش عليه حاجة خالص، كل الحكاية ان انا غسلته وقطعته وعبيته في الاكياس وتفرزيه في الفريزر وتطلعيه تضربيه بقى في الخلاط بمعلقتين زيت ونطرة يعني صغيرة ملح، وشوفي بقى هيديك اللون الاخضر جميل جدا جدا. بعد ما خلصنا تفريز السلق اللي بيديني اللون الاخضر، نفرز بقى السلق اللي هو ايه، اللي بيبقى لونه اسمر، بنستخدمه في اللوبيا الناشفة وبنستخدمه في القلقاس، وساعات بحط منه على البامية. بصراحة مش كل الناس تعرفها بس انا ساعات بحب احطه على البامية في الاخر خالص، مكان اللي هو مكان الطشة. تمام كده. جبت الطاسة حطيناها على النار، نزلنا بمعلقتين من الزيت وبعدين نزلنا بالسلق بتاعنا اهو. ادبله بقى على النار، ما تقلبيش على طول، يعني انا بقلب بس قدامكم وبعدين بصن شوية كده وبعدين بقلبه تاني اهو لحد ما احس ان هو دبل اهو. شايفين الكمية كانت مالية الطاسة بتاعتنا ازاي، فجأة دبلت وبقت حبة صغيرين جدا اهو. تمام. بعد ما الكمية بتاعتي دبلت بالشكل ده اقلب كويس جدا خلاص لحد ما يديني اللون اللي انتوا شايفينه ده واحس ان اللون غمق. نزلت بقى بمعلقة كبيرة، معلقة كبيرة توم مفروم،
ليه بقى يا زوزو انت ما حطيتيش التوم من الاول؟ لان انا لو كنت حطيت التوم من الاول مع السلق كان التوم هيتحرق ويديني طعم مرارة، مش هيبقى طعمه حلو. انا استنيت لما السلق بتاعنا اخد اللون الغامق اللي انتوا شفتوه، وبعدين نزلنا بالثوم علشان نقلب شوية صغيرين بس اهو بدأ يخشخش معايا. هنا كنت طفيت النار، بوريكم ان انا كنت طفيت النار بس الزيت بتاعه سخن، فتقلبي باستمرار علشان ما يتلطعش منك، لان الزيت بيكون سخن وانا خايفة ان هو يتلطع مني. اهو بنقلب كويس جدا. اسيبه بقى لما يهدى خالص ويبرد، اجيب الكبة بتاعتي او الخلاط، تمام، وابدأ انزل بالسلق بتاعنا في الدورق بتاع الخلاط او الكبة اهو، ونشغل الخلاط اهو او الكبة برضو اللي موجود عندك علشان نفرمه ويبقى ناعم جدا جدا. تمام كده اهو. بعد بقى ما خلصنا ضرب السلق في الكبة او في الخلاط اهو ناعم معانا جدا جدا، هجيب علبة وابدأ افضي فيها السلق اللي احنا جهزناه. وادي طريقة عمل سلق اللي هو الاسمر، وطريقة عمل السلق اللي هو الاخضر، طريقتين سهلين حلوين جدا اهو. تمام كده. هنا بقى الدورق بتاعي بعد ما خلصته حسيت ان هو ريحته توم ورحته بقى السلق وكده، جبت حبة مية ساقعة. دي تركاية مهمة قلت اقولها لكم بصراحة، يعني اللي ما يعرفهاش معلومة. شغلت الكبة بتاعتي على مية ساقعة ونزلت بمعلقتين من السكر، وشغلت الكب لمدة 5 دقايق بالظبط لحد ما تشوف السكر ده. بتيجي تشمي دور الخلاط بتاعك او الكبة تحسي ان انتي ولا عملتي فيه دقة ولا توم ولا اي حاجة خالص، ريحته جميلة جدا جدا، ولا كأني كنت مشغلاه من شوية وحاطة فيه سلق خالص خالص. هنا بقى هنيجي نفرز اللوبيا الخضراء بتاعتنا. يا حلاوة اللوبيا الخضراء. تمام. ادي بقى اللوبيا الخضراء بتاعتنا اهي قدامكم. شفتوا الفرق بينها وبين الفاصوليا؟ اللوبيا الخضراء فيها شوية عيدان لونهم اخضر وشوية عيدان لونهم اصفر او ابيض، زي مش واخدة بالي بصراحة واللون ايه. تمام كده. ادي اللوبيا الخضراء بتاعتنا اهي، شايفين؟ ادي اللوبيا الخضراء بتاعتنا اهي. تمام كده. هنجيب بقى طبق معانا ونبدأ نفصص اللوبيا ونبدأ ان احنا نقطعها اهو. ادي طبق، جبت العيدان اللي هي لونها ابيض نفصصها ونقشر اللوبيا كده ونطلع اللوبيا منها اهي. على فكرة اللوبيا دي جميلة جدا. تمام اهو قشرها خلاص. انا بعمل كذا واحدة قدامكم اهو زي ما انتوا شايفين. تمام. عرفنا الفرق بين اللوبيا الخضراء والفاصوليا الخضراء. الفاصوليا الخضراء تحس ان هي قوامها تخين كده وبتتقطم من ايدك بسرعة. اللوبيا دي الفاصوليا الخضراء اللي احنا قلنا عليها. اللوبيا الخضراء اهي قدامكم شايفين، عودها رفيع جدا. هو فيه اخضر بس العود بتاعه رفيع جدا، ونقطعه بالسكينة بالشكل ده. وفي العيدان البيضة اللي انا قلت لكم بنفصصها او بنقشر اللوبيا منها اهو. تمام كده اهو قدامكم. تمام. هنا بقى عمالة اجيب اقشر واقطع، اقشر واقطع. تمام. فقلت ان انا ايه اقعد معاكم نقشر ونقطع مع بعض شوية نقشر ونقطع مع بعض. ما تنسوش لو انا تفريزاتي عجبتكم تكتبوا لي رأيكم في الكومنتات، وتعملوا لي لايك وشير، وتفعلوا زر الجرس علشان وصفاتي توصل لكم. تمام.
خلاص جبت برضو كام عود كده اخضر من اللوبيا بتاعتنا اهو عشان نقطعه. تمام كده زي ما انتوا شايفين كده. خلاص بعد بقى ما هخلص تقطيع وفصصنا اللوبيا بتاعتنا، هاخدها تحت الحنفية اغسلها كويس جدا طبعا. تمام. وبعدين اصفيها من المية بتاعتها. انا بوريكم شكلها ان انا اشوف وانا مقطعاها وانا مفصصاها شكلها عامل ازاي اهو. فتحنا عليها المية الساقعة، غسلناها كويس، صفناها. هبدأ هنا بقى اجيب حلة وهحط فيها مية مغلية. شغلت البوتاجاز بتاعي زي ما انتوا شايفين كده، حطيت الحلة على النار. تمام. هنا بقى عشان نعمل ايه؟ علشان برضو ندي اللوبيا بتاعتنا صدمة من السخن للساقع، علشان انا عايزة اجيبها اسيبها يعني افرزها لبعد رمضان كمان. يعني بصراحة انا بسيبها سنة، فالطريقة دي بتحافظ لي عليها وبتحافظ لي على قوامها، والفريزر والتلج ما بيأثرش عليها. بعد ما حسيت ان المية دخلت في الغليان، نزلت باللوبيا بتاعتنا اهو زي ما انتوا شفتوا، وابدأ اقلب بقى بالشكل ده. هتسيبيها في المية دي ايه؟ استني، ما تستعجليش. انت عايزة كده خلاص نجري؟ لا، استني هقولك تركات مهمة ومفيدة جدا. مش معنى ان احنا حطيناها في المية كده تتسلق وخلاص، لا. بعد ما حطينا اللوبيا في المية المغلية، هننزل بمعلقة ملح ليمون ومعلقة السكر بتاعتنا اللي بتحافظ لنا على قوامها وعلى طعمها وعلى لونها. تمام. وابدأ اقلب كده، يعني يدوب هو الغليان من 3 ل4 دقايق بس، مش اكتر من 3 ل4 دقايق بس. خلاص هسيبها على النار وانا بقلب مع الاستمرار في التقليب، اجيب من تحت لفوق من تحت لفوق. تمام كده اهو. زي ما انا قلت لكم في الفاصوليا، ملح الليمون السكر بيخلي اللون بيفضل زي ما هو ثابت، يعني لونها ما بيسودش ولا اي حاجة خالص. برضو في اللوبيا بقولك اهو لونها مش هيسود، هتحط ملح الليمون والسكر هيحافظ لك على لونها اهو. تمام كده. ماشي خلاص. هنا بقى كان فات ال4 دقايق، بس انا ماشية معاكم خطوة بخطوة. خلاص بعد بقى ما صفناها من المية المغلية، هنصفي اللوبيا بتاعتنا من المية المغلية تحت الحنفية وغسلناها كويس بمية ساقعة من الحنفية. هنجيب طبق او بولة فيها مية ساقعة وتلج، ونبدأ ننزل باللوبيا بتاعتنا اللي كانت في المية المغلية دلوقتي. ليه بقى يا زوزو؟ علشان يديها صدمة ويحافظ لك على قوامها اهو. تمام كده اهو، ونحافظ على قوامها اهو. هنقلبها برضو في التلج قد ايه؟ هنسيب اللوبيا بتاعتنا في التلج لمدة 5 دقايق بس مش اكتر، وبعدين نصفيها من المية المتلجة اهي. بعد ما صفناها من المية المتلجة واسيبها شوية لحد ما احس ان هي جفت تمام وما عادش فيها مية خالص، زي ما انتوا شايفين انا بوريها لكم اهو بالتفصيل. خلاص هنجيب بقى اكياس من بتاعة التلاجة، لان قلت لكم ان الاطباق بتاعتي كانت خلصت، فقلت افرز دول في اكياس اهو. وابدأ اعبي اكياس التلاجة بتاعتي برضو على قد الوجبة اللي انا هحتاجها. هحتاج كيس هحط في كيس، هحتاج ان انا اخد كيس و2 في طبخة، مفيش مشكلة
عودي نفسك كل أكلة تروحي السوق تجيبي حاجة، هاتي كيلو من كل حاجة وفرزيه وشيليه من تحت ايدك، بيسهل عليك أمور كتير جدا جدا. خلاص، بعد بقى ما عبينا اللوبيا بتاعتنا في الأكياس، بخرج الهواء من الكيس اهو، وادي شكل اللوبيا بتاعتنا الخضراء واحنا مفرزينها كده. انا خلصت الكمية بتاعتي تمام. نيجي بقى اهي قدامكم، شفنا الفاصوليا، شفنا اللوبيا، شفنا السلق، شفنا الطماطم، شفنا القرنبيط، شفنا وصفات كتير جدا وتفريزات كتير، يا رب تكون عجبتكم. نخش بقى على تفريز ايه، استنوا لسه مخلصناش، ده احنا لسه هنفرز مع بعض القلقاس. برضو القلقاس الشتاء حلو قوي، وما تيجي تفرزي القلقاس فرزيه دلوقتي، ما تفرزوش في اخر الشتاء، لان في اخر الشتاء بيكون نشف، بيبقى زي ما بنقول عليه، يعني زي مامي تقولي ربنا يبارك لي فيها، بتقولي بيشيخ ده بيبقى ناشف كده وبيبقى ماسخ، مش بيبقى مسكر. انما برضو القلقاس والبسلة والسبانخ في الشتاء بتبقى في اول الشتاء بتبقى طعم الحاجات دي مسكر، وبتبقى حلوة قوي وبتبقى لسه طرية تمام. هنا بقى انا جبت القلقاس اهو زي ما انتوا شايفين، هبدأ ان انا اقشره خلاص بالشكل اللي انتوا شايفينه ده. بعد ما اخلص تقشير القلقاس اهو، هجيب منديل او فوطة وابدأ امسح القلقاسية بالشكل ده خلاص كده. بعد بقى ما مسحنا القلقاسية، مش هتغسليها طول ما انت بتقطعي القلقاس، ما تغسلهوش عشان ما غسيله بيخلي المادة اللزجة اللي جواه تطلع، مش هتعرفي تمسكيه ومش هتعرفي تقطعيه. انما بعد ما تقشريه تبدأي تجيبي منديل او فوطة وتمسحيه او تنضفيه كويس. هبدأ اقطعه دواير بالشكل ده وبالمقاس ده، كل واحد زي ما هو عايز، وابدأ اقطع الدواير بالطول اهو شايفين. نبدأ نقطعه بالشكل ده اهو قدامكم تمام كده. خلاص هجيب طبق بقى وابدأ اقطع المكعبات اللي انا عايزاها. عايزة تقطعي صغيرة زي ما انت عايزة تقطعي المكعبات او المربعات دي كبيرة، انت حرة تمام. اهو انا بوريكم شكل القلقاس وانا مقطعاه اهو. هنا بقى بعد ما خلصت تقطيع القلقاس بتاعي اللي انا جايباه عشان نفرزه، انا مقطعاه بالشكل اللي قدامكم ده اهو، وريتهولكم اهو خلاص تمام كده. هنجيب الحلة بتاعتنا فيها مية مغلية برضو زي ما قلنا، هنحط معلقة ملح عادي، هتحط بقى هنا معلقة ملح عادي، هتحط معلقة سكر اهو، هنحط معلقة ملح ومعلقة سكر، وابدأ اقلبهم كده في المية المغلية، وابدأ انزل بالقلقاس بتاعي اهو قدامكم تمام كده. وابدأ اقلبه في المية المغلية اللي بالملح والسكر اهو، برضو لمدة من 4 ل5 دقايق تمام. زي ما انتوا شايفين الملح والسكر، شوفوا لونه حلو ازاي، نضفه من الشوائب اللي كانت فيه وبقى بصي جميل جدا. بعد بقى ما خلصنا سيبناه في المية المغلية لمدة من 4 ل5 دقايق، هنجيب بقى طبق او بولة نحط فيه مية ساقعة وتلج، ونبدأ ننزل بالقلقاس بتاعنا بعد ما صفناه من المية المغلية، نديله الصدمة في المية الساقعة المتلجة. ليه بقى هندي القلقاس صدمة في المية الساقعة المتلجة؟ هنديله الصدمة دي علشان ما يخليش المادة اللزجة اللي جواه تفرز، وانت بتطبخيه يبقى يخلي الصلصة بتاعته حلوة.
تمام. وما تيجي بقى تطبخي القلقاس ما تحطيش القلقاس على البصلة، لا انت تعملي الصلصة بتاعتك او الشوربة بتاعتك وبعدين تنزلي القلقاس فيها، وما تغيبوش على النار اكتر من 5 دقايق. هنا بقى بعد ما صفينا القلقاس من المية الساقعة المتلجة اللي احنا حطيناه فيها اهو، بعد ما صفيته كويس جدا هنجيب فوطة ونفردها على الرخامة بتاعتنا ونبدأ نفرد عليها القلقاس اهو. فردنا عليها القلقاس كويس جدا لحد ما حسيت ان هو نشف تماما وما عادش عليه اي ميه او رواسب ميه خالص اهو. انا بقرب لكم من الكاميرا عشان تشوفوا معايا ان هو جف خالص، ما عادش فيه له اثر للميه اهو قدامكم. جبت بقى اكياس التلاجة وبدأت اعبي بقى برضو الكمية اللي انا عايزاها.